السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في إبداع من داري، فيديو جديد وصفة جديدة. هاد النهار غادي نحضر معكم طلبية ديال الحلوى اللي كتجي أكثر من رائعة، هشيشة كتذوب في الفم، مقادير جد يعني مضبوطة. غادي نشارك معكم إن شاء الله الكمية اللي حضرت، وغادي نقول لكم شحال خرجت لي هاد الحلوى وبشحال الثمن اللي كنخرجها. كنتمنى ان شاء الله منكم التشجيع واللايك للفيديو والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد للقناه. غنخليكم مع هاد الصور وندوزو المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو هنا 250 غرام ديال الزبده مع قبصه ديال الملح. الزبده ديك اللي عندها الغشا داك الزرق كتكون مزيانه. عندي كاس ديال سكر سنيده، يعني ما كثرش السكر حيت غادي تفند في الشوكولاط والبسكويت. عندي هنايا 300 غرام ديال الكاوكاو اللي مقلي او محمر في الفرن ومطحون مزيان. عندي كاس ونصف من زيت المائده، وعندي نكهه ديال البرتقال تقدروا تعوضوها بقشور البرتقال. عندي كيس ديال الخميره الكيماويه والدقيق حسب الخليط. هنا كندير الزبده مع سكر سنيده مع ديك القبصه ديال الملح ضروريه. غادي نخدم هاد المكونات مزيان. كما قلت لكم الزبده هذيك اللي عندها كتباع بالعبار، يعني كتكون شويه غاليه على المارغرين، عندها ديك الغشا الزرق، يعني كتجي رائعه في الحلوى. صافي غادي نخدم مزيان هاد المكونات وكندير الزيت، يعني دغيا كتخدم لنا ماشي بحال المارغرين. الا درتو الزبده ديال المارغرين غادي ديروا كاس ونصف من، انا درت كاس ونصف من الزيت، غادي ديروا 2 كؤوس ديال الزيت. صافي هنا كندير واحد الملعقه ديال النكهه ديال البرتقال، تقدروا تعوضوها بقشور البرتقال. وهنا غادي ندير داك الكاوكاو اللي انا يعني قليته في الزيت، كيجي الطعم ديالو رائع. هنا عندكم 250 غرام حتى 300 غرام. غادي نخدمو مزيان صافي. وكنبقى نضيف الدقيق اللي غربلته، الدقيق ديال الحلويات الممتاز، يعني غربلته. كندير واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه وكنبقى نجمع غير بالاصابع في هذا الاثناء. يعني ما كنخدموش الحلوى دائما، الحلوى كنخدموها بالاصابع باش كتجينا مزيانه. كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على واحد القوام كما غادي تشوفوا. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. صافي وكنبقى ندير هكا كويرات. مهم انا غادي ندير تقريبا 12 غرام في كل كويره. الا بغيتو توزنوهم، بغيتو ديروا عندكم ميزانكم ديروهم. صافي هنايا تقريبا واحد 12، يعني حيت غادي تنفخ واحد شويه. ملي كتفند في الشوكولاط ونزيدوا لها البسكويت يعني كيكبر الحجم ديالها. بغيتو ديروهم كبار شويه ديروهم، انا كيعجبوني في هذا القياس 12 غرام. صافي كنكمل حتى كنعمر لاطه ديالي. في هذا الاثناء كنكون شعلت الفرن وكنحط الحلوى يعني تطيب، يعني من الفوق النار من الاسفل. كنخليو لها النار مهيله حتى كطيب، كنحسوا يعني طابت. عاد كنهبطوها، يعني كنطيب انا في الفرن ديال الغاز. ايوا صافي كنخليها حتى كيتحمر اللون ديالها، يعني كيولي ذهبي وكنحيدها. يعني دائما الحلوى عطيوها الوقت في الطياب. صافي هنايا بعد ما غادي طيب غادي نحيدها وندوزو للمرحله ديال التزيين. هنا انا كنت كنزين في الليل، يعني الاضاءه شويه ناقصه. هنا درت هاد الطوسطاده وخلطت مع هاد فاميلي، يعني خلطتهم بزوج. تقدروا ديروا غير واحد يعني النوع، انا خلطتهم طحنتهم في الهاشوار. صافي هنا دوبت الشوكولاته، انا كنستعمل الشوكولاط كالا، يعني هي عمليه. هنايا كما كتشوفوا كندير بالفرشيط بلا ما كنقيسو يدينا في الشوكولاط، كنفندوها في داك البسكويت اللي طحنا. جربوا هاد الحلوى راه كتجي اكثر من رائعه. كيحماقوا عليها الكليان ديالي، يعني اللي كيطلبها مني كيزيد منها كميه كثيره. كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، والمذاق ديالها راه كيجي اكثر من رائع، يعني راه باين في المقادير. هنا كنديرها في كويطات. يعني الحلوى دائما اللي فيها الكاوكاو او اللوز في العجين راه كتجي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. جربوها ان شاء الله تكون عندكم معتمده. صافي كنخدم نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي.
وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم. كتعطيني يعني كميه اللي كثيره برابعه ديال الزبده. كنحضروا 3 كيلو ديال الحلوى كما كتشوفوا، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. انا هاد الحلوى كنخرجها ب 80 درهم الكيلو، يعني راه مزيانه مناسبه ليا وللكليان. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وتشجعوني باللايك الفيديو باش يطلع ان شاء الله. اللايك راه كيساعد باش الفيديو يطلع للناس اخرين باش يشوفوه، وان شاء الله باش تكبر القناه ديالي، ونعطيكم ان شاء الله وصفات يعني ما نعجزش باش نبقى نصور لكم. كنتمنى منكم التشجيع وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد القناه. غنخليكم مع هاد الصور، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.